الحفلات وما أدراكم ما الحفلات، مغالاة وتباهي وإسراف، وما عاد يعجب الأولاد شيء. وحفلة تخرج من تمهيدي والهدايا نصف الصالة، ماذا بقي إذن لحفلة تخرج من الجامعة والحفلة الزفاف؟ نحتاج إلى انضباط شرعي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وإلى تعقل وإلى ترشيد، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة وأن يحفظها علينا. بالنسبة لقبعة التخرج وكذلك أيضا عباءة التخرج، الأصل والمعهود في بلدان المسلمين أن هذا ليس من عاداتهم، أنه ليس من عاداتهم، وإنما هي من عادات الجامعات غير المسلمة التي يتخذون ذلك زيا للمتخرجين. لهذا إذا كان هذا ليس من خصائص أهل الإسلام وإنما من خصائص غيرهم، فيقال الأصل بذلك أنه لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه باليهود والنصارى حتى في أشياء يسيرة جدا. بعد التخرج المشهورة التي تكون على شكل الطاقية السوداء ثم فوقها مثل الورقة وعليها مثل الذؤابة الصغيرة، هذه هي لباس القساوسة ولا زالت كذلك، وهذا من خصائص الكفار بلا ريب. ويجعلون أثر الديانة حتى عند التخرج في هذا الأمر، كأنك يقول أنت تخرجت قسيسا، تخرجت لتكون ملاكا، لتكون داعية لعيسى، لتكون هذه المعاني أرادوها في هذا المعنى. فأصولها أصول ديانة، ولا زالت هذه الألبسة للكفار إلى الآن في الديانة، فلا تدخلها حكم الاستحالة. فلهذا بحمد الله لدينا المشلح والقبعة نحورها تحوير آخر مختلف، نجعلها على شكل عمامة أو على شكل قبعة مختلفة أو طاقية من نمط معين، أو قلنسوة كقلنسوة أهل تركيا وأهل الشام ومصر سابقا. ما المانع أن نجعلها كذلك؟ هي من ألبسة المسلمين، ونجعل لباس يميز المتخرج عن غيره دون أن يكون له أصل ديني يتعلق بالكنيسة والقساوة. حكم حضور حفلات التخرج إذا كان فيها منكرات مثل الغناء وغيرها؟ يعني حفلات التخرج لا بأس بها، لكن إن كان فيها منكر فيجب أن ينكر، فإن عجزت عن إنكاره فلا يجوز أن تحضر، وإن كانت لا تعلم وحضرت فتخرج. نعم، وكذلك الحال في حفلات الزواج ونحوها. الإنسان إذا كان قادرا على إنكار المنكر فيجب أن ينكره، فإن عجز فليعتزل هذا المنكر. إقامة الحفلات من أجل النجاح هذا للفرح، هذا لأجل الفرح بالنجاح وتشجيع الطالب وإدخال السرور عليه وتشجيعه، لا بأس بها، لكن لا تشتمل على منكرات، على رقص ولا على أغاني ولا على منهيات. تكون حفلة تشتمل على طعام وشراب وتلاقي وسلام بين الناس، شكر لله عز وجل، لا بأس بالأصل. لكن إذا صاحبها منكرات هذه لا تجوز.